عاجل. البنك يقرر أسعار الفايدة الجديدة ويحدد 3 مخاطر تحيط بتوقعات انخفاض الفايدة. والبنك الأهلي وبنك مصر بيقرروا رفع الفايدة على الشهادات. تعالوا بينا نشوف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس امرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك واسعار الفايدة، اخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسبق الاحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهارده. زي ما عودناكم بنكون معاكم اول باول، وكمان توقعاتنا في اجتماع البنك المركزي، واحنا من اول الناس اللي نزلنا في الفيديو اللي فات ان البنك المركزي توقعنا له انه هيتم تثبيت اسعار الفايدة. وبالفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم الخميس 2024 قرر تثبيت أسعار الفايدة عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وأعلن البنك المركزي أن التضخم بلغ ذروته وأنه سوف يشهد الأيام القادمة اعتدالا خلال 2024 وأيضا انخفاض خلال النصف الأول من عام 2025. والبنك المركزي بيحدد 3 مخاطر هامة جدا تحوم حول توقعات انخفاض التضخم. أولها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وأيضا الظروف المناخية الغير متوازنة وغير مواتية محليا وعالميا. وثالثا إجراءات ضبط المالية العامة، وهذه هي أكبر مخاطر تحيط بتوقعات انخفاض التضخم لعام 2024. أما البنك الأهلي وبنك مصر حتى الآن لم يصدر منهم أي إشعار بالشهادات، سواء بتقليل أسعار الفايدة على الشهادات السنوية أو إصدار شهادات أخرى حتى الآن. ولكن معظم البنوك حاليا يجتمع بها لجان الإليكو لتقرير مصير أسعار الفايدة على الشهادات المطروحة. وتابعوا معانا، هننزل لكم على القناة كل الشهادات اللي هيتم نزولها من جميع البنوك وخاصة البنك الأهلي وبنك مصر، سواء بإصدار شهادات جديدة أو بتقليل أسعار الفايدة على الشهادات المطروحة. ابقوا معنا، كل اللي عليك انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك والشهادات الجديدة. وما تنسوش اللايك للفيديو. انتظرونا، إلى اللقاء.